كفتة. بدكم اعمل لكم خلص راح اروح اجيب انا اللحوم والشحوم وارجع لكم. لحمة راس بناتها بطاطا وهيك ولا كيف؟ لا هي بندورة بس عملتها قراص اختي، عرفتي شلون؟ هيك يعني شرح البندورة احكي مع اختي شوفي شلون طبختها بدي اطبخها. تاكل نفس طبخة اختي، شهدتني عليها. خليني اختك انا. ليش ما قلت لك اختك اشي الطبخة مزبوط؟ رجعي احكي هلا ما رح ترد، مشغولة مع الاولاد. لا بترد. قولي ما بدي اطبخ لك مثل ما بدي واذا ما ردت قولي ما بدي اطبخ لك مثل ما بدي اختك. واذا ما ردت لا احكي ورجيهم انه انت تضايقتي لانه بدي اكل مثل ما اختي اكلت. انا الفكره منها بدي اكل مثل ما اكلوا اولادي. يوب بسرعه بسرعه بتروحوا بتجيبوا من الكتف، ماشي؟ بتشيلوا دهنه الكتف، تشيلوها، ما بدكم اياها، ما طيبه دهنه الكتف، وبتجيبوا بتضيفوا فوقها ليه، ماشي؟ بتضيفوا فوقها وجيبوا كليين بندوره وارجعوا لعندي، ماشي؟ مشان نطبخ اليوم انا وانتم. خلص انا بدي ادخل على المطبخ اطبخ اكلة اختي. اطبخ يا روح، بعتها لاختك وما ردت اختك تبعت انت لاختك تاخذ وصفه من اختك. هي قراص هيك صغار، عرفتي؟ لا انت بدك قلت لي مع بندوره مدري ايش، لا لازم تكون مثل ما اختك طبختها. اذا ما طبختها مثل اختك ما بيمشي حالك. عرفت؟ ما ردت اختي؟ بس انا بعت لها بسم الله شو فاكره ماسكه التليفون ماشي لبين ما اوصل على الماركت. شوف شلون ما عندها انترنت؟ ما عندها انترنت. بكره اختي. اروح نجيب شو اسمه حياتي، بس لفهمك شغله نسيت اخبرك. انا رح اشوف شو اسمه المحامي، رح احكي معه شي الساعه 7 ماشي؟ رح اساله اذا نزلتي على اختي اي اذا نزلت بتسرع امور الاولاد فرح انزل. ليش لا مو غلط؟ لانه لا المخفي ظهر ولا غلط، لانه كل يوم عم يروح من دراسته. هو هذا الحكي بدي اشوفه انا. اذا نزلتي انا بتخلينا نسرع بالاجراءات اكثر، او بجلسه واحده بما انه في جلسه شرعيه هالكم يوم، عرفتوا؟ انا كله حاسبه في عندنا جلسه شرعيه هالكم يوم، وطبعا اكيد الطرف الاخر عم يتبلغ بس هيك ما بده يروح. كل شيء بيسرع لمصلحته لدراسته وهي اكيد. احتمال انزل ممكن اسبوع 10 ايام هيك حسب ما هلا خليني اشوف ليش ما بننزل كلنا سوا؟ ما عندي مشكله. يعني ميرو كي جي 1 مثل الروضه مثل الحضانه، يا علي والله ناخذ لها اذن 10 ايام 15 يوم وبننزل انا وانت ومنه اختي بتشوف الاولاد وهيك. شوف ما عندي مشكله ننزل، ما عندي مشكله. كل شيء بخص الاولاد لا تسرعوا عليه يرجعوا على مدرستهم بننزل. ايه هلا شوف ظهور المخفي بيهون علينا كثير بصراحه، بيهون مو علينا. انا بحب التعب، انا بالعكس انا اقسم بالله اذا واحد عندي ملل فوقت حدا بطلع لي شغل بنبسط. يعني اذا ما عندي شيء بتسلى بننوش بتسلى بالاولاد، يعني انا ما عندي شيء متفرغ بتفضي يوب. بس القصه وما فيها انه مشان انا ما بدي هاي التسليه اوكي. القصه ما فيها انا والله العظيم بس من شان ما الاولاد عم يمشي الوقت عليهم. هاي الفكره. الا والله نحن ما عندي شيء قسما بالله. معي حدا بده يتسلى معي اهلا وسهلا بروح شو اسمه تليفونك نسيته؟ معي كل شيء. لا كل شيء، مفتاح السياره بس اعطوني اياه. لك شو اسمه الفيتامين دي خبرتيها شيء لاختي؟ هلا ببعث لها. تاكدي عم ياخذوا كل شيء تمام؟ تاكدي ما تصير عند النت يعني حكيت معك لبين ما انا راح اجيب المطلوب الكفته والبطاطا الكفته. ما في داعي تلبس ساعه، ما في داعي حبيبتي. خليني هيك مترحرح. خلص هيك ما باكل وبشتهي للاولاد والله العظيم يا جماعه. شو بنعمل هلا؟ شو بتطبخ اختي؟ شو عم ياكلوا الاولاد بنطبخها ثاني يوم نحن وانتم. شو رايكم؟ هيك احسن والله العظيم. امبارح يعني ما لنا نفس قسما بالله العظيم. فهلا شو بنعمل؟ كل طبخه بتطبخها اختي. شو اكلوا شو طبخوا امبارح؟ لانه اختي بتطبخ هو راح قلب الطبخ. وحتى ناسي بتعرفوا بتطبخ وهيك. بس الفكره وما فيها انه ناكل خلص كانه عم ناكل معهم، انه راح ناكل نفس الاكله. يا رب يكون اختي يستر على عرضك. كتري لحم وشحم الله يوفقك ما فيني. بتروحي
تعملي لي برغل بندوره مثل منوش طعمين اياهم على 3 ايام، قسما بالله بموت. ماشي؟ اللي بدي اياه منك تكتري الشحم واللحم، الاولاد بيحبوا الشحوم واللحوم، فانت يعني شحم ولحم، نبات لا تقربي عليه، ما تخليني اكسر الاتفاق اللي اتفقنا عليه انا والشباب هون، لانه مجرد ما الاكل ما فيه شحم ولحم فنحن مضطرين نروح على الشحم واللحم. انا بدي اكل مثل ما عم ياكلوا الاولاد. لو